السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا ليه بنزرع وبنستفيد ايه من الزراعة؟ خلينا نتكلم على الجانب الشخصي، مش هنتكلم على الجانب العام. ان الزراعة مهمة وسبب في اقتصاد لأمم ونهوض وحاجات كده. خلينا نقول ان احنا بنزرع عشان الزراعة حياة بالنسبة لنا. انا بتكلم عن الناس اللي بتزرع في جاردن او بتزرع في قصص في بلكونات او في روف. كلامي بالاخص للناس دي، يعني الفئة دي اللي هو في منهم عايز يزرع عشان يعمل اكتفاء ذاتي حتى لو بحاجة بسيطة، في منهم اللي بيزرع علشان خاطر يغير المود. اهي بالنسبة لنا او بالنسبة لمعظم الناس الزراعة هي تغيير المود، تغيير المود للأفضل، تغيير المزاج، لأنها أصلا في الأساس مزاج. بمعنى زي ما دايما بقول للناس، لما تيجي تشتغل مع النباتات ما تخشش انت داخل تفحت وتردم، انت داخل تعمل صينية كيكة، هتحط الدقيق على الحليب على البيض وتضرب في الخلاط وبعد كده تحطها في الفرن. لا، الحكاية مش كده خالص. داخل تعمل شغلانة مع الزرع اعملها بالراحة وبتأني. يعني من ضمن الأخطاء اللي الناس بتقع فيها ان لما بيجي يسقوا الزرع، يعني يحط شوية مية وخلاص والزرعة بتشرب من فوق من على وش التربة ومن تحت ما بتشربش، ونرجع نشتكي نقول الزرعة دبلانة ليه. حتة ان انت تعمل الحاجة بتأني ده بيخليك تتأمل في النبات. مجرد ان انت تتأمل في النبات، اولا بتدرك حكمة ربنا سبحانه وتعالى، ومنها حاجات كتير كده، وبتلاقي نفسك بقيت ريليف كده ومرتاح، وابتديت ان انت تسبح ربنا وتتذكر ربنا سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت بتلاحظ بقى لو في اصابة، لو الورق مش مظبوط، لو في حاجة في النبات، لو في حشائش مضايقة الجذور، لو النبات بيتعرض لشمس اكتر، بتبتدي تلاحظ ده. فرجاء الناس اللي بتزرع، خدوا الموضوع بتأني، خدوا الموضوع بمزاج، ان انتوا بتعملوا حاجة بتستفيدوا منها كتير. على فكرة بتستفيدوا منها كتير، روحيا ومعنويا ونفسيا وحاجات كتيرة كده. وفي نفس الوقت بتاكل برضو منها، وحاجة بتغير وتسحب منك الطاقة السلبية خالص وتدخلك في طاقة إيجابية وتخليك تقدر تكمل يعني. ودي حاجة حلوة ان الناس تقدر تعمل ده في بيوتها، لان كلنا محتاجين للطاقة الإيجابية، وكلنا محتاجين للدفعة لقدام، وكلنا محتاجين اننا نقدر نكمل طول ما احنا عايشين. بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.